سؤال كل يوم أول ما بنصحى من النوم، هنعمل إيه غدا النهاردة؟ بصراحة الموضوع يحير، وعلشان كده أنا جاي أغششكم النهاردة وجايبة لكم وصفة قمر. هاتيلك ب10 جنيه عيش بلدي كده وبالليه في التتبيلة دي، هي دي السر بتاع الأكلة بتاعتنا النهاردة. هقولك بقى على غدا مطاعم فاخر من الآخر. الريحة بتاعته كانت قلب الشارع. كل اللي انت هتحتاجيه بس كده، جهزي لك طبق مخلل حلو كده من اللي احنا عاملينه مع بعض، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وبالله عليكم حطوا لايك للفيديو، ارفعوا الفيديو يا جماعه عشان يوصل لناس تانية، وشجعوني علشان انزل لكم كل جديد. اظن كده انتوا عرفتوا هنعمل وصفه ايه النهارده. الشاطره بقى اللي هتكتبها لي في الكومنتات من قبل ما تشوف انا هعمل ايه. بس انا جايبها لكم بقى باسرار وتريكات حصريه مش هتلاقوها في اي حته. اول حاجه ان احنا هنفرم بصل كتير يا جماعه، لان الوصفه دي بتحب البصل. كيلو من البصل قشرته وغسلته كويس وفرمته فرم ناعم. بعد كده برضو في نفس الكبه هنحط كام قرن فلفل رومي مع كام قرن فلفل حامي مع حته دهنه او حته ليا حوالي 100 جرام، وهنفرمهم فرم كويس وهننزل بيهم برضو على البصل. كان معايا كام بصله كده فايضين من الكيلو، فرمتهم مع الفلفل وحته الليا وقلبتهم كده مع بعض. بعد كده هننزل بكيلو من اللحمه. عايزه اقولك ان الوصفه دي اللي مش مقدرته يجيب لحمه بلدي، يجيب لحمه مجمده عادي جدا وهتبقى زي العسل. عايزه اقول لكم ان الكيلو فيها ب 200 جنيه، والكميه دي كمان تقدري تعملي نصها لانها دي طلعت لي كتير قوي. اديت للحمه كمان فرمه كده في الكبه بعد ما حطينا عليها البصل والفلفل. وبعد كده بقى هنحط معلقه نشا، دي بتمسك لي او بتعمل لي ربط للحمه ما تقعش من رغيف الحواوشي. وكمان حطيت التتبيله اللي قدامكم دي تتبيله الحواوشي. اللي عايز الطريقه يكتب لي في الكومنتات، لان انا بعملها وبعبيها في البرطمان بتبقى جاهزه عندي على طول. معلقه النشا اللي احنا حطيناها دي مهمه جدا يا جماعه، لانها بتمسك لي اللحمه ما تقعش في الرغيف، بتمتص السوائل وبتعمل على تماسك اللحمه، تبقى ماسكه كده في الرغيف حته واحده. نيجي بقى للتركه المهمه اللي بعد كده، وهي العيش لما نيجي نجيبه للحواوشي، روحي لبتاع الفرن قولي له انا عايزه عيش حواوشي، هيعملهولك مخصوص. ليه؟ علشان هو بيصغره شويه وبيخليه اتخن شويه. ودي نقطه مهمه علشان الرغيف يبقى متماسك معاكي وما يتهريش منك وانت بتقلبيه او وانت بتعمليه، لان طبعا اللحمه والبصل والحاجات دي كلها فيها سوائل. لو العيش رقيق قوي هينبل قوي وهيفرول منك ومش هيبقى حلو. هناخد بقى كل رغيف كده نفتحه فتحة من الجنب مناسبة، ولازما كمان يكون العيش قابب يعني منفوخ، علشان يبقى تقدري ان انت تحطي فيه اللحمه ما يبقاش حته لازقه ببعضها. وهنوزع فيه اللحمه كويس قوي. وبعد كده بقى هنعمل التتبيله دي عباره عن شويه ميه، يعني حوالي كوبايتين ميه، عليهم شويه ملح وشويه من التوم البودر وبصل بودر وبابريكا. الملح يبقى فيها مظبوط، تدوقيه يبقى مظبوط. بنبل العيش بتاعنا بله بسيطه جدا، وبيكون عندنا طاسه او جريل بنسخنه كويس قوي وبندهنه بالزيت، وبعدين بنحط فيه العيش. اول ما بياخد لون ذهبي من تحت بنقلبه على الناحية التانية. ما بياخدش معانا يعني دقيقتين من فوق من الناحية دي ودقيقتين من الناحية دي، وبنشيله على طول. انا بشيله وبحطه في صينية كده على جنب لحد ما اخلص كل الكمية. هنخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. طبعا مش هعمل معاكم كل الكمية لانها بسم الله ما شاء الله كتير. انا ممكن كمان اعمل كتير علشان بشيل منه في الفريزر، بيبقى سهل ان انا اطلع افكه واعمل الحركة دي على طول. جهزت بقى كده طبق مخلل مشكل، وده يا بنات احنا عاملينه مع بعض. الليمون المعصفر، الزيتون المقرمش التحفة، اللفت، زي بصوا لونه جميل جدا البينك ده ومقرمش، بيفضل عندي ما بيجرالوش اي حاجه. البتنجان اللي هو لونه الموف الحلو ده، كل ده موجود عندكم على الصفحه. انا حطيت الحواوشي بتاعي في الفرن حوالي 10 دقايق بس كده كمان، علشان اتاكد ان هو استوى وبقى زي الفل كده ما فيهوش اي حاجه. تمام. بعد كده بقى هنقدمه بالشكل ده. مش عايزه اقول لكم على الريحه والله العظيم كانت جايبه اخر الشارع، ولا تقولي لي مطعم فلان ولا مطعم الحاج علان. هتعمليه في البيت احلى واطعم وانضف من بره 100,000 مره. امشي بس على التركات اللي قلتلك عليها دي وانتي هتاكلي احلى حواوشي في الدنيا كلها. طيب انا كمان عملت واحد بالجبنه، كان اخر شويه لحمه صغيرين فحطيت فيهم جبنه كده، وده اللي هو بالجبنه. بصوا تحفه يا جماعه والله العظيم تحفه. بجد جربوا الحواوشي بطريقتي هيعجبكم جدا جدا. ولو عجبتكم بقى الطريقة اكتبولي في الكومنتات. تسلم ايدك يا روشة.